أصبح الطفل السوري اللاجئ حسين بيسو البالغ من العمر 11 عاما أصغر لاعب في تاريخ منتخب ألمانيا للشطرنج. الاختيار المستحق لحسين جاء بعد تألقه الكبير في هذه الرياضة الذهنية والتي بدأت قصته معها منذ سن ال5. من برلين تقرير لؤي غبرة. الطفل المعجزة، هكذا وصفته بعض الصحف الألمانية بعدما حقق سلسلة انتصارات في لعبة الشطرنج، منها إحرازه المركز الأول على مستوى ألمانيا عامي 2021 و22 على التوالي، والمركز الثالث في بطولة العالم، مسجلا سابقة في تاريخ اللعبة بالبلاد، ليصبح رسميا أصغر لاعب في فريق ألمانيا للشطرنج. هني دعموني وعلموني كمان أكتر شوي وأكتر، بعدين صرت أتعلم وصرت مليح. أنا حابب أتميز في اللعبة وألعب في الإمارات والدول العربية وألعب كمان غير ألمانيا. الاتحاد الألماني للشطرنج اختار الطفل السوري ابن 11 ربيعا لتمثيله في مختلف البطولات العالمية، لكن نجمه بدأ بالصعود وهو في ال5 من عمره، حينما لجأ إلى ألمانيا برفقة ذويه هربا من نيران الحرب، واستطاع التغلب على لاعبين محترفين في هذه لعبة تعلمها من أبيه وجده. هلا بس جينا على ألمانيا وصار يتدربوا في النادي فصار أقوى مني، يعني أنا ما قدرت إني أساعده حتى بالنادي. حسوا إنه هيك يعني هيك الطفل بعمر 6 سنوات يعني صعب استيعابه بالنادي. بالأول بلشوا بعمر 14 مع جماعة 14 سنة يحطوه، يعني حتى مع جماعة 14 سنة تبع النادي يعني صارت صعب القصة. حسين بدأ تدريبه مع بطل العالم الروسي أرتور يوسوبوف عام 2018، وفي العام 2021 أصبح لديه مدرب ألماني ماتياس كارلمان الذي يسمى بصانع أبطال أوروبا، ومع ذلك فهو لا ينكفئ عن التدرب لوحده من خلال كتب ومراجع، مع التوفيق بين دروسه وخططه على رقعة الشطرنج هذا. بالرغم من صغر سنه ترك حسين في ظرف سنوات قليلة بصمة مميزة داخل ألمانيا وخارجها، وأصبح رقما صعبا في لعبة الشطرنج يحسب له المنافسون حسابا عند كل جولة. لؤي غبرة، تلفزيون دبي، برلين. النشرة انتهت، إلى اللقاء.